السلام عليكم، ازيكم يا رب تكونوا بخير. النهارده هاكلمكم عن الأساس اللي لو اتحط صح نقدر نحل أي مشكلة بتواجهنا في حياتنا، أي مشكلة بمعنى أي مشكلة، مشكلة بقى بينك وبين نفسك أو مشكلة أنت بتواجهها عمومًا. بما إني شغال في مستشفى لاحظت إن أساس العلاج الصح، يعني إن الدكتور يعالج المريض صح، هو في التشخيص الصح. الدكتور الشاطر مش الدكتور اللي بيكتب روشتة كبيرة، الدكتور الشاطر هو الدكتور اللي بيشخص صح، اللي بيقدر يطلّع المشكلة فعلًا فين، وبيسمع كويس وبيسأل الأسئلة المهمة عشان يقدر يحلل الحالة بتاعة العيان اللي قدامه دي فعلًا إيه المرض اللي عنده، أو هو بيشتكي من إيه، أو هو عنده حاجة أساسًا بيشتكي منها والّا لأ. فأنا فكرت في الموضوع ده من ناحية دنيوية شوية، هو أنا ليه أي مشكلة بتواجهني في حياتي أنا ما باقعدش أحلّلها وأحاول أشخّصها تشخيص مضبوط. ليه ما باحاولش أسأل نفسي الأسئلة المضبوطة وأحاول أطلّع أساس المشكلة فين؟ قبل ما أبدأ أدوّر على حل لازم أعرف المشكلة فين، لازم أحُط خط تحت المشكلة، لإن أنا لو مش شايف إن في مشكلة، فهي المشكلة مش هتتحل. أو لو قررت أكبّر دماغي، يعني زي ما أي حد مثلًا تتبع الناس بتعمل، اللي هو مثلًا يبقى بيشتكي من حاجة، فيقول لا أنا مش هاروح لدكتور عشان ما أعرفش إن أنا تعبان أو عيان. ناس كتير جدًا بقى بتعمل يبقى عارف إن في مشكلة، بس هو مش عايز يواجه المشكلة دي، فيقرر اللي هو لأ عادي صباح الفل، عادي ما فيش حاجة، الدنيا لذيذة، ولو في مشكلة هتعدي إن شاء الله. مش هاحتاج أساسًا إن أنا أتدخّل فيها في حياتي. مع إن أغلبية المشاكل اللي أنا واجهتها في حياتي بشكل شخصي، أنا كنت عارف المشكلة إيه، وكنت عارف الحل إيه، كنت عارف الخطوات اللي أنا المفروض أمشي عليها عشان أحل المشكلة، بس كنت باطلّع لنفسي أعذار زي باوهم نفسي مثلًا إن الحل ده صعب، أو إن الحل ده أنا مش هاعرف أعمله دلوقتي، أو الحل ده أنا مش جاهز له دلوقتي، أو أهرب من المشكلة أساسًا، أو أتعايش مع المشكلة، أو أقرر إن ما فيش مشكلة. دايمًا كنت باهرب من مواجهة المشكلة، مع إن أنا عارف أنا المفروض أعمل إيه، وأنا عارف إن في مشكلة، وأنا عارف إن المشكلة دي محتاجة أبدأ أحاول أحل فيها. يعني سبحان الله، نفس فكرة المريض ممكن يكون بيشتكي من حاجة صغيرة جدًا ويكبّر دماغه منها، والحاجة دي تفضل تزيد تزيد، تزيد، تزيد مع الوقت لحد ما تبقى حاجة كبيرة جدًا، وتحتاج بدل ما كانت ممكن مثلًا تتحل بإن هو ينام كويس ويضبّط أكله، ممكن ما ياخدش علاج يلاقي نفسه مثلًا محتاج يدخل يعمل جراحة. بدل ما المشكلة كانت ممكن تتحل في أسبوع، بقى مثلًا محتاج يعمل عملية، وبعد ما يعمل العملية هيحتاج شهور عشان يقدر يحل المشكلة دي. وعادي في ناس ممكن يكون هو فعلًا هو مش عارف يحط إيده على المشكلة فين، ومش قادر يطلّع حلول فيها، ولايص وسط الضغوط اللي هو موجود فيها. فعلًا، فعلًا أكتر حاجة كانت بتفيدني في اللحظات اللي بابقى فيها واصل للنقطة دي، هي إن أنا ألجأ لحد عارف، يعني عارف مثلًا ظروفي، عارف المشكلة دي أساسها إيه، أو ألجأ لحد مثلًا صاحبي، حد من قرايبي أنا باحب أحكي له مثلًا، وعارف إن هو راجل خبرته كويسة في الدنيا، هيقول لي فعلًا رأي يفيدني، أو مجرد إن أنا أحكي المشكلة فيبدأ وأنا باحكي المشكلة الحلول تبدأ تظهر قدامي. في مرة واحد صاحبي كده كنا قاعدين، فكان بيقول لي إن كل مرة الدنيا بتقفل معاه هو بيروح يقعد في الحتة دي على الجبل بالليل، هو جبل كده وعلى شارع تحت، ويقعد مع نفسه ويبدأ يتكلم في المشكلة دي بصوت عالي. وبيقول لي أول ما بابدأ أتكلم في المشكلة دي بصوت عالي، أول حاجة باقدر فعلًا أحدد حجم المشكلة، إذا كانت فعلًا مشكلة كبيرة والّا الموضوع صغير ومش مستاهل وأنا مكبّره وضاغط على نفسي بيه وأنا باتكلم مع نفسي فيه. هي كانت فكرة بس جات في دماغي فحبيت أشاركها معاكم، ولو حد واجه قصة شبه اللي أنا حكيتها دي يشاركها معانا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.